اراهن بالعشرة وابصم بالعشرة ان في كل بيت بيعمل نفس الحركة اللي انا بعملها دي. مفيش حد يقول لي يا، ومفيش حد يقول لي ياي وايه القرف اللي انت بتعمليه ده، لان انتوا كلكم في بيوتكم كده. يعني مش عشان انا بصور لازم اطلع لكم واو ومفيش زيي والتصوير مية مية، لا. انا على طبيعتي. مفيش احسن من الطبيعة، وحياة ربنا لما الواحد يعيش تلقائي كده وبطبيعته مفيش احسن منها. المتصنع ده يعني مش حلو، مش طريقة حلوة ان انا اتصنع قدامكم ان انا بعمل كذا ونضيفة وبتاع. اكيد كلنا نضاف، واكيد ايدينا على طول مغسولة، طول ما احنا في المطبخ ايدينا بتبقى مغسولة. المهم، يا مساء الفل عليك. تحطوا بقى اللايك وتشتركوا في القناة لو انتي لسه جديدة وضيفة جديدة عليا. يا ريت تقولي لي كومنت حلو كده عشان اتعرف عليكي انك انتي ضيفة جديدة. اوعي تنسوا اللايك، انا بفكركوا اهو، اوعي تنسوا اللايك وكلمة حلوة منكم كده اللي بتشجعني جدا. بصوا بقى، قعدوا يقولوا لي يا شيماء، يا شيماء الجو ساقع، يا شيماء عايزين حاجه مسكره. قلت بس ما بديهاش بقى. يعني ابقى بنت بره كده. قلت لهم حاضر من عينيا الاتنين، ده انتوا اللي تأمروه. قلت بس قعدت ادعرب كده في الفريزر، عندي ايه لقيت عندي نص كيلو كنافه، كان بقاله فتره من رمضان يعني. قلت يلا ما بديش شويه كنافه بالكريمه كده، يستاهلوا بقكم الحلوين. يا ريتكم كنتوا موجودين، كنت وزعت عليكم طبق طبق. المهم بقى، انا رايحه جايه كده عشان اللبن على البوتاجاز بيغلي. فانا عيني هنا وعيني هنا عادي جدا، ده اي ام مصريه بتبقى كده يعني. عينيها بتبقى في نص راسها كده، بتبقى حاطه مليون حاجه هي كده يعني. سبحان الله يعني. رايحه جايه رايحه جايه. المهم ضربت نص كيلو كنافه كده في الكبه وظبطتها ونعمتها. وبدات اعمل الكريمه عشان تلحق تبرد معايا. هنا بقى كان كوبايتين لبن بداوا يفكوا كده، كان حبه من اللبن، ازازه اللبن بداوا يفكوا. كانوا في عيار كوبايتين. وحطيت عليهم شويه النشا وقلبتهم. طبعا مش هحط عليهم سكر ولا اي حاجه لان انا لسه هنعمل الشربات. قوام المهلبية ولا عايزاه تقيل قوي مكتل خالص ولا خفيف خالص، زي ما انتوا شايفين كده، لانه كل ما هيبرد كل ما هيتقل معاك. ما جبت بقى شويه هنا زبده. وطبعا هعمل بايدي، يعني انا ما بحبش البس الجلافز زي ما انتوا شايفين. انا عكاكه يا جماعه، بحب اشتغل بايدي. يعني وانتوا في بيتكم كده والله، يعني مش تحسسونا ان انتوا في بيتكم بتلبسوا الجلافز وكده، لا احنا في البيت بنشتغل بايدينا. تمسكي الحاجه كده بايدك تبقى عارفه القوام ده حلو القوام ده. ما تعودتش ان انا البس جلافز يعني. المهم، عشان ما تقولوش النظافه، لا اكيد انا نظيفه واكيد ايدي نظيفه، وطالما في المطبخ ببقى انا بغسل ايدي وانا واقفه دي مليون مره ومره يعني. المهم خدت جزء من الكنافه كده وحطيت اول طبقه كده، وببدا ادوس عليها عشان تبقى في مساواه واحده ومتثبته. وهبدا بقى اجيب الكنافه. كانت الكنافه عندي بردت. الكنافة اقصد الكريمة كانت بردت هنا. ما كانتش بردت لدرجة، بس كانت يعني حلوة وكانت متماسكة. هبدأ بقى هفرشها كده. وخلي بالكم ما تفردوش الكريمة على الكنافة وتخلوها تيجي على الحرف عشان ما تتحرقش منكم وهي في الفرن. طبعا كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. بقولك ايه، لو انت لسه بتتفرجي علينا اوعي تنسي اللايك. انا اهو عمالة افكركم باللايك واشتركوا في القناة يا حبايب قلبي. هبدأ بقى اخد الجزء التاني من الكنافة كده واحدة واحدة، مش هبدأ افردها الا لما اكون خلصتها وغطيت الكريمة كلها عشان ما مش تبوظ. عارفين باظظ دي. هبدأ بعد هنا كده خلصتها وظبطتها. هبدأ بقى ادخلها الفرن ونعمل السيرم لعند ما الدنيا لعند ما الكنافة هتتظبط هتبقى زي الفل ان شاء الله. اوعى تنسى اللايك، اهو عمالة اقولكوا اوعى تنسى اللايك. بصوا بقى، ما تقولوش ان ما فيش حد بيعمل كده، وما تقولوش ان انا عكاكه، وما تقولوش ان انا مقرفه. اصل ما فيش حاجه من دي. اكيد في كل بيت مصري اصيل ان اي حاجه باقيه، سواء بقى كريمه، سواء مهلبيه، سواء كريمه، سواء رز بلبن، حتى الكيكه، البواقي من الكيكه كده في الطبق. والله العظيم انا بحبها، بجيب المعلقه كده واقعد اكلهم. فما حدش يقول لي دعك، ولولا الملامه كنت جبت بصباعي كده. خليكوا على طبيعتكم يا جماعه، بلاش التصنع اللي احنا فيه ده. مفيش احسن من الطبيعه والله. المهم، ادي الكنافه بعد ما اتحمرت وبقت زي الفل، جبت بقى الشربات بتاعي وحطيته عليه. الشربات كان عباره عن
كان كوبايتين، كوباية ونص من السكر على كوباية ونص من المية، سبتهم يغلوا شوية يا دوب غلوتين، وحطيت عليهم عصرة ليمونة ومعلقة فانيليا صغيرة، نص معلقة فانيليا صغيرة، وقفلت عليهم. وبعد ما سقيتها كده غطيتها شوية وسبتها تهدى طبعا عشان نعرف ايه نقطعها وتطلع معاكم بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. طبعا الكريمه من جوه كانت صيصه صيصه صيصه، عارفه كنت بقطعها كده وانا قلبي بيدوب معاها. اوريكم بقى القطعه، بصوا حصل عليها خناقه شديده جامد جدا. بصوا بقى القطعه جميله، بص ادي الصينيه اهي. تعالوا بقى نتذوق ونقول راينا ونسمي الله كده، وهتلاقوها تحفه. اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. اتفضلوا معانا، والله كان نفسي تبقوا معايا، والله كنت اديتكم. يا سلام، جميلة، تحفة من الآخر، مش عشان بشكر في نفسي والله أبدا، كل دقها قال عليها تحفة. مش انسى بقى تحط لايك وتشتركوا في القناة لو انت أول مرة تشوفون. تعالوا شوفوا.